أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم معانا في آخر فقراتنا النهاردة من حلقة زينة. بنتعرف عن النظام في الحكم الفرعوني كان شكله إيه. الحياة طبعا من خلال حلقاتنا من برنامج زينة بنتعرف كل مرة عن شيء أو مرحلة في الحكم الفرعوني، لكن النهاردة هنتكلم شكل الحاكم الفرعوني وطرق الحكم ونظامها في الحياة الفرعونية. وساعتنا تكون ضيفتنا في هذه الفقرة الأستاذة عزة سليمان، الباحثة في الحضارة المصرية. أهلا بحضرتك أهلا معانا يا فندم. بيكي. الأول عايزين نعرف يعني إيه لقب الفرعون؟ هو موضوع الفرعون ده من الموضوعات المهمة جدا أكيد. اللي إنجاز التعبير ممكن نقول إن هي تكاد تكون من أهم الموضوعات اللي ممكن تأثر على حياتنا في مصر، إنه إحنا عندنا معلومات مغلوطة وناقصة عن تاريخنا المصري، وآن الأوان إن إحنا نعيد في خلط، في الاعتبار عملية خلط كبير. وعدم فهم. فآن الأوان إن إحنا نعيد الاعتبار لتاريخنا المصري وحكامنا العظام اللي إحنا معلوماتنا ناقصة عنهم. لو اتكلمنا بقى عن تسمية فرعون، الفرعون دي تسمية أجنبية ملهاش علاقة خالص بإحنا كنا بننادي الفرعون إيه. الملك المصري كنا بنقول له إيه. الملك في مصر كان اسمه الحكاه. حكاه يعني الحقاء. حكاه، ومنها جه حاكم، دخلت اللغة العربية بقت حاكم. فده اسم الفرعون، أو كنا نقول عليه جلالته. لكن فرعون بقى جت منين؟ الآسيويين لما دخلوا مصر كان بيدخلوا كغزاة أحيانا، وأحيانا استيطان أو بأشكال أخرى. كان لما بيطردوا من مصر، لما بيجي ملك مصري وطني، كان هم بيسببوا مشاكل كتيرة قوي عندنا في مصر، احتلال يعني. فكان بيطردهم من بره مصر، فكانوا بيحطوا جواسيس ليهم في مصر، ولما بيبعتوا لهم خطابات للجواسيس بتوعهم بيقولوا لهم كيف حال البرعاة. برعاه يعني بيت الحكم، اسم بيت الحكم في مصر. برعاه يعني البيت العظيم. ده اسم مقر الحكم في مصر. فكيف حال البرعاه؟ برعاه بعد كده، بعد سنين طويلة حرفت ليه؟ بعد كده لما كتبت اليهودية حوالي 600 قبل الميلاد، كان كتبت ببرعون، كناية عن ملك مصر. يعني زي دلوقتي البيت الأبيض ده كناية عن الحاكم الأمريكاني أو الرئيس الأمريكاني. ده الآسيويين كانوا أول ناس يستخدموا البرعة أو البرعون زي ما كتبت في التوراة. فالبه والفه تبادليه، فبرعون بقى فرعون. ده اصل كلمه فرعون. لكن هم كانوا طبعا اول ناس ان هم يكلموا عن او يسالوا عن الحاكم المصري بالبرعاه ككنايه عن الحاكم المصري. وبعد كده حرفت في بقينا الكتابة ما احنا بين نقول الب فرعون والف فرعون فبقت وهي فرعون. تسميه اجنبيه. طب ليه دايما في ارتباط ما بين الطغيان والاستبداد بالفرعون أو البرعون أو الحاكم المصري القديم؟ دي طبعا يعني احنا واقعين في اشكاليه ان احنا نيجي نتكلم عن الحضاره المصريه نقول الحضاره العظيمه والى اخره، نيجي نتكلم عن الملك المصري يقول يقول لك ده كان الطاغيه. متفرعن، وحتى بقت لغتنا ده متفرعن وده فرعون ايوه وده يعني. فنيجي نقول الطاغيه والى اخره من بالظبط. صفات الديكتاتوريه وكده. لكن انا عايزه اقول يعني انه هل الطغاه او الطغيان ده خصوصيه مصريه؟ في الصور دي عبارة عن دي لسه دي لبعض منظر التماثيل. للفراعنه. يعني منظر عام للفراعنه. ولكن عايزه اقول هل دي خصوصيه مصريه او فرعونيه بالظبط. تحديدا؟ يعني لو كان ده حقيقي، طيب شعوب الشرق الاوسط قايمه دلوقتي بقى لها سنه عماله بتناضل من اجل الحريه، ليه؟ مش عشان ضد الطغيان والظلم والى اخره. اذا هي مش خصوصيه مصريه ولا فرعونيه. كمان هل انه مفيش تناقض في الاديان خالص بما جاء في الاديان وبتاريخنا المصري؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في الاديان بشكل عام، اليهوديه والمسيحيه والاسلام، قال لنا كلم لنا عن ملك مصري واحد اللي هو فرعون موسى، انه كان طاغية وضرب به المثل. ولكن ربنا ما ظلمناش واحنا ظلمنا ولم نفسنا. يعمم. بالظبط. ما اسقطش على كل ملوك مصر ان هم طغاة. احنا ليه بقى نسقط على كل ملوكنا لدرجه بعض المصريين والله فاكرين انه اللي حكمنا طول 7000 سنه انه ملك اللي هو فرعون موسى. ده معلوماتهم. يعني هم ما احنا بنحاول حضرتك يا استاذ عزه ان احنا من خلال فقرات برنامج زينه وفقراتنا بشكل عام على الاعلام ان احنا نصحح المفاهيم ونضعها في نصابها ونضع النقاط على الحروف، حتى ان احنا ايه بنصحح المعلومه حتى لينا احنا. يعني احنا لينا يعني بنقدم المعلومه نكون وسيط، وايضا بنعرف ايه المعلومات الصح، ما تبقاش معلومات مغلوطه. بالظبط. لكن ده برضو لا يعني ان احنا كلنا كل حكامنا كانوا ملائكه كلهم
من الطبيعي جدا انه يكون على مدى الاف السنين ومئات الحكام المصريين انه يكون مش بس فرعون موسى، لا ده كان عندنا في عدد اخر من الحكام كانوا سيئين جدا، مش بس من الدكتاتوريه والاستبداد، ولكن عدم كفاءه في الحكم ان هم ينهضوا بمصر. فدول كنا والحكم بنثور عليهم، المتفرد اللي هو الحكم الاوحد اللي هو الدكتاتوريه. لكن دول كنا بنثور عليهم، وده اللي كتبناه في تاريخنا المصري. عندنا كان ثورات كتيره من حوالي 4600 سنه، دي معروفه، لدرجه ان احنا عندنا في الاسره السبعه مثلا قدرنا ان احنا نشيل 70 ملك في 70 يوم. فاذا احنا ما كناش بنسكت ابدا على الطغيان ولا الدكتاتوريه. دي حاجة. لو اتكلمنا بقى ألقينا الضوء على الملوك المصريين كانوا بيعملوا إيه. لو بصينا على اللي كتبه الملك أمنمحات الأول من 4000 سنة تقريبا، وتحتمس الثالث وغيره كتير من الملوك كتبوا في المجمل اللي هنقوله. الملك أمنمحات الأول كان بيكتب للوزير بتاعه يقول له اعلم أن الوزارة ليست حلوة ولكنها مرة، اعلم أن الوزارة ليست من أجل أن يحترم أو يظهر الشعب احترامه للوزير والمستشارين والأمراء، ولا أن يتخذ الوزير لنفسه عبيدا، ولكن عليك أن تستقبل كل من يأتيك شاكيا من مصر العليا أو مصر السفلى، وتتأكد أن القانون يطبق بالعدل، وأنك تسمع للي تعرفه زي اللي ما تعرفوش، وما تحبيش حد على حد، واعرف أن المكانة اللي أنت البارزة اللي أنت بتحتلها دلوقتي بتحتلها لأنك بتقيم العدل، ولو ما أقمتش العدل مش هتكون في المكانة دي. شوفي الملوكنا المصريين، لا يعني ده اساس والروعة. للحكم الصحيح، ان هو يبقى معروف ان الوزير في خدمه الشعب، رئيس الوزراء في خدمه الشعب، ده كان الحاكم في مفهومنا. خدمه الشعب. ده كان مفهومنا من آلاف السنين. يعني عاجبني حماس حضرتك تتكلمي عن عن الحكام المصريين، لازم نصلح معلوماتنا عنهم. يعني في الوقت اللي كان لغايه 500 من دلوقتي من 500 سنه قبل النهضه الاوروبيه، كان الاوروبيين كان ممكن ان هم يجيبوا ناس زي في الكوليسيوم في روما، يحطوهم ويدخلوا عليهم اسود ياكلوهم وهم يتفرجوا عليهم سعداء. كان ملك الفرس اللي هو هنا الطغيان بعينه، يعني ملوك الفرس اللي هو ايران، جنكيز خان ملك المغول اللي هو افغانستان دلوقتي، الصين. كان لما الملك يموت كان يخنقوا المقربين ليه ويدفنوهم معاه بال50 واحد، حتى الخدم بتوعه يخنقوهم ويدفنوهم معاه علشان يعني ما يبقاش زهقان لوحده في الاخره، يعني ما يبقاش زهقان. وفي الثانويه يعني بعد قلقانين عليه فيخنقوا له كل اللي كان موجودين معاه عشان هو يتسلى. احنا بقى في الوقت اللي هم كانوا بيعملوا كده، وبعد سنه كانوا بيعملوا كده، في الوقت اللي كان الملوك دول في حوالينا بيعملوا كده، كان الملك المصري لازم يعترف لربنا في الاخره ان هو اطعم الفقير وحمل مساكين وحمل بساتين، تحمل الامانه يعني، واقام العدل واطفأ ظمأ العطشان ويعلم اليتيم، وكل الصفات الراقيه الرائعه، الا انه ما يدخلش الجنه الا لو عملها. كمان انه ما تتأملوش جنازه شعبيه دينيه الا لو كان ملك عادل. لو جاء الكاهن في الدفن بتاع الملك جاء عشان يعني يقول يعدد اعمال الملك الصالحه، والملك ما كانش كده، الشعب يثور وما تتعملوش جنازه. هو ده الشكل اللي احنا بنتمناه في مصرنا الحديثه. انا معلش وقت الفقره انتهى. في النهايه طبعا كلنا بنتمنى ان يكون هناك في الفتره القادمه تحمل لنا حاكم عادل، وان كل اولي الامر اللي موجودين يبقوا عارفين ان هم جايين في خدمه هذا الوطن وهذا الشعب، ويبقى مثالنا من المصر الفرعونيه الحقيقيه، من المعلومه الصحيحه ان هم الجميع في خدمه هذا الشعب. في النهايه بشكر ضيفتي الاستاذه عزه سليمان الباحثه في الحضاره المصريه. شكرا لحضرتك. أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية فقراتنا النهارده من برنامج زينة. غدا إن شاء الله أسرة جديدة وفقرات أخرى جديدة. شكرا لكم وإلى اللقاء.